احب اوجه رساله لمراتي. احب اقول لها انا اسف جدا على الغيبه الطويله ديت، وبشكرك ان انت لسه لحد حالا يعني منتظراني. السلام عليكم. وعليكم السلام. في سؤال عاوز اساله لك من 3 كلمات، اتفضل. وعاوز اجابه واضحه مختصره صريحه. انت ليه جيت هنا؟ عشان احقق حلمي. حلمك؟ حققت حلمك؟ الحمد لله حققت حلمي طبعا، بس مقابل الحلم ده خسرت حاجات كتير انا كنت بحبها. ايه هي بقى؟ عشان متجوز؟ سبتهم. ما انت عشان توصل لحلمك. ما هو انا وصلت لحلمي بس سبتهم. يعني هم حالا بعيد عني، انا مشتاق لهم. مراتي وحشتني، بنتي وحشتني، ابني وحشني، حياتي اللي انا كنت بحبها وحشتني، بيتي، اهلي، ناسي، اصحابي. طب ما ترجع له. هرجع، بس لما ارجع وانا محقق لهم هم كمان حلمهم. قصدك تقول ان الغربه ليها ضريبه؟ اكيد. الناس بتشوف اي واحد مغترب ان هو معاه فلوس، ماشي هو معاه فلوس وكل حاجه، بس مقابل الفلوس دي ايه؟ بعيد عن مراته، بعيد عن ابوه، بعيد عن امه، بعيد عن عياله، بعيد عن اصحابه، بعيد عن الذكريات اللي هو اتربى وسطها. الحياه لقد خلقنا الانسان في كبد. اكيد ونعم بالله، بس الانسان مخير. بقالك كام سنه في الغربه؟ انا لسه سنه ونص، مش كتير. يا امال اللي بقاله 15 20 سنه يعمل ايه؟ ماشي، كل واحد سبحان الله، كل واحد له رزقه. انا جيت هنا ربنا كرمني والحمد لله، يعني الدنيا ماشيه معايا، مش محتاج حاجه. بس انا حققت الحلم اللي انا جاي عشانه، بس لسه في حاجات عايز اكملها. عايز تحب تقول ايه مش لكل عايز مغترب؟ انا يعني اسمح لي، انا مش عايز ارجع تاني. انا عايز يوم ما انزل بلدي ما ارجعش تاني، ما اكونش محتاج ان انا ارجع تاني. خلاص. تحب توجه رساله ايه لكل مغترب؟ اقول لكل مغترب ما تشغلش بالك بحد، نفسك ثم نفسك ثم نفسك، ما تسمعش كلمة من حد. واحب اقول لاي شاب جاي جديد هنا، المحبطين كتير. يعني ما تسمعش لاي حد يجي يقول لك انت ايه اللي جابك، انت هتعمل ايه، ده الدنيا واقفة، ده الدنيا. حاول تبني حلمك وتكمل فيه. ما تسمعش لحد. كل واحد جه هنا قابلته عقبات وقابلته صعوبات، هو سبحان الله عداها، فعشان كده ربنا كرمه. زي ما انت بتشوف الناس نازله في مصر، اللي معاه عربيه واللي بنى بيت هو اول ما جه برضه كان زي حالتك كده، ما كانش لاقي شغل، ما لقاش حد يقف جنبه، ما لقاش غير واحد بيحبطه، ومع ذلك سبحان الله داس على كل ده وكمل. شكرا جدا. بس انا يعني في رساله احب اوجهها. احب اوجه رساله لمراتي. احب اقول لها انا اسف جدا على الغيبه الطويله ديت، وبشكرك ان انت لسه لحد حالا يعني منتظراني ومستحملاني. وعايز اقدم رساله لبنتي اللي هي اكيد مش هتفهمني يعني، بس انا عايز اقول لها ان هي وحشتني جدا جدا جدا. والواد يوسف ابني برضه وحشني والله، والناس اللي بحبهم كلهم وحشوني، واتمنى ان انا اشوفكم في اقرب وقت. وحشتوه. وحشتوني والله. شكرا. ماشي، سلام.